التانية اللي لاحظتها، شفت النهارده ماتش الجزائر وفي الدقيقة حوالي 65 أو حاجة زي كده أو حاجة يعني في الدقيقة حاجة زي كده يعني حاجة وستين، بنشوف المدرب بتاع الجزائر بيطلع مين؟ رياض محرز، نجم الجزائر والأسطورة ورياض محرز، زيه زي صلاح عندنا في المنتخب كاسم وكخبرات وكشهرة والكلام ده كله ده. فأنت طب ما هو الراجل طلع أهو وقعد دكة. هو صلاح ده يعني ده حاجة من الثوابت، صلاح ده ما ينزل من الدقيقة الأولى نفضل نحرط معاه ويخبط معانا لحد الدقيقة 90. الا اللهم كان مثلا احنا مثلا ماتش بقى وخلصان مثلا 3 4 لينا وخلاص ملوش لا، فيجي مطلع محمد صلاح مثلا الدقيقه 88. عشان يا عم ما تطلعه محمد صلاح في اوقات كتير، والماتش اللي فات ما فيش فعاليه، ما تقوليش جاب هدف والهدف ده كله يعني ايه يعني جاب هدف مستوى طول المباراه ما فيش اي فايده منه، ما تطلعه. وبعدين انت حاطط الاربعه زي ما قلت، انت لما تيجي تطلع مثلا وليكن محمد صلاح او تطلع تريزيجيه، هتنزل مين مكانه؟ وبعد كده نزلت امام عاشور في نص الملعب، يعني هتنزل مين لما الاربع وينجات بتوعتك موجودين؟ انا ما اعرفش، ده حاجه انا يمكن انا غلطان. هتنزل مين؟ يعني انت لو بتبدا مثلا بصلاح ومرموش وبره تريزيجيه وابراهيم عادل ماشي، فانت ممكن مثلا لسبب معين مستوى فني او انت كسبان الماتش وضامن النتيجه فتطلع مثلا مرموش وتنزل تريزيجيه، تمام كويس. لكن الاربعه موجودين، لما تيجي تطلع واحد منهم هتنزل مين؟ اكيد هتنزل حد مش مكانه، مش مركزه، مش نفس مركزه. فبالتالي يعني حاجه مش طبيعيه. فانا بتمنى ان لما يكون صلاح مش في مستواه عادي والله طبيعي يخرج، ما هو لاعب زي اي لاعب يا جماعه. هتنزل زيزو مثلا؟ نزل زيزو، هو المستوى عموما يعني هو كمان زيزو ما هو المستوى زي الزفت. ربنا يسترها علينا، دي يعني نقطه كنت حابب اتكلم فيها. النقطة التانية، شفنا النهاردة ماتش الجزائر وشفنا المباراة خلصت 1-0 بهدف قاتل في وقت قاتل بصراحة. شفنا فرقتين بصراحة، لا الجزائر تستاهل انها تطلع ولا الكونغو تستاهل انها تطلع. انا بصراحة ما توقعتش ان الكونغو تلعب بالطريقة دي. انا عارف الكونغو مستوى كويس وبيعمل يعني منتخب كويس محترم، بس ما توقعتش ان هو يهجم. يعني اغلبية الماتش الكونغو هي اللي بتلعب وضيعوا فرص كتير، والجزائر برضو ضيعت فرص كتير. بس الماتش كان تقريبا كان متكافئ، كان مستوى كويس، لعب كويس، كلام من ده كله. فضل الماتش متعلق لحد الدقيقة في الوقت الضايع 118 تقريبا، الوقت الإضافي التاني، بهدف جميل جدا، هدف مش طبيعي بصراحة. خلص المباراة وقتل كل حاجة، حتى الراجل اللي كان واقف عامل ايده كده مسكين بيقولوا اغمى عليه او حصل له ايه مش عارف. في حتة كمان